ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الفطير المورق الجميل المحشي بطريقه سهله جدا اقتصاديه، مكوناته بسيطه جدا. تعالوا معايا. معايا كوبايتين وربع من الدقيق، ومعايا معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ومعايا معلقه صغيره من الزبده، ومعلقه صغيره من الزيت. ما عندكيش زبده يبقى معلقه كبيره من الزيت، ما عندكيش زيت يبقى معلقه كبيره من الزبده. مكوناته بسيطة جدا، سهل جدا، بس طعمه فظيع، وحشو بسيط جدا جدا جدا، واي حشوة تقدري تحشي بيها. بعد كده معايا معلقة صغيرة من السكر. طبعا المية ملهاش مقدار، المية يعني هنعجن زي العجينة بتاعة الفطير المشلتت، وانا عاملاها على القناة قبل كده، وهسيبهولكم في صندوق الوصف. اعجنيه كويس، اهم حاجة العجن. كل ما تعجني فيه كويس يعني هيبقى معاكي حلو قوي. شايفين العجينة؟ مش بتلزق ولا اي حاجة، هتكون عجينة متماسكة. معايا يعني حتتين بانيه بس، وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا جزر، ومعايا بصل، ومعايا ملح وفلفل وبابريكا، بس مش اكتر من كده. هنزل بالبصل في الاول. يعني انا خلاص عجنت وسبتها ترتاح على جنب، هي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه، بس على بال ما احضر الحشوه. وهنزل بشويه زيت كده بسيط زي ما انتوا شايفين، وهقلب. بعد كده هدهن، يعني اي حاجه هتفردي عليها هتدهنيها زيت، وبعد كده هترص عليها قطع الفطير، طبعا حسب الحجم اللي انت عايزاه، صغير كبير. بعد كده البصلة دبلت شوية، نزلت بالجزر. حشوة بسيطة جدا. ما عندكيش صدور الفراخ دي، اعملي اي حاجة، اي حشوة انت حباها اعمليها، جبن، اي حاجة. وهنزل بالملح وفلفل اسود ورشة جنزبيل وبابريكا. وهنزل بشوية بسيط من البقدونس. بعد كده خلاص خلصت خالص، وهنزل عليها بجبنة، اي نوع جبنة عندك تديها طعم حلو قوي. بعد كده خلاص هفرد. الفرد سهل جدا، هتدهني زيت من تحت وتدهني ايدك وتفردي. موفرة جدا. زي ما انتوا شايفين كده، سهلة جدا، وما بتاخدش وقت في الفرن برضو. نعمل واحدة تاني مع بعض، شوفوها اهي. اهم حاجة تفردي وتخليها رقيقة زي ما انا عاملاها كده بالظبط.
يعني انت بحتتين بانيه بس او جبن او اي حاجة هتتعشي بيه او تتغدي بيه، جميل جدا. معايا صفار بيض مع معلقة صغيرة من الخل، هرش على وش سمسم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما تطلع من الفرن هرش عليها شوية جبنة، ده اختيار براحتك، وبعد كده احطها يعني دقيقة بس تسيح الجبنة واطلعها تاني، وتمتعوا بالطعم الجميل ده. شايفين مغرقة ازاي؟ جميلة جدا. وبالهنا والشفا.